ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا خدكم معايا قبل يوم عرفة بيوم واحد بس علشان نعمل تجهيزات العيد، ماسكات للبشرة وللشعر وللجسم. احاول ان هي تكون كلها بمكونات طبيعية، وكمان هنرتب مع بعض البيت علشان نستقبل العيد، وهاخدكم معايا لحد سحور يوم عرفة. يا صباح الخير من اول يوم اجازة، وفي نفس الوقت النهاردة قبل ليلة العيد بيوم، يعني بكرة ليلة العيد، فمحتاجين نعمل حاجات كتيرة قوي مع بعض قبل ما ليله العيد تيجي، لان انا بحب يوم وقفه عرفات ده بالذات ان انا اقعد كده اكون رايقه وريلاكس، وما يكونش فيه بقى ترتيب وحاجات كتير ان انا محتاجه اعملها. فالنهارده محتاجين نخلص حاجات كتير قوي مع بعض، وكمان هاخدكم معايا في اجازات العيد اللي انا هعملها. فالنهارده في حاجات كتير قوي هنعملها مع بعض، فيلا بينا نبدا. هنبدا على طول بترتيب الاوضه، لان مفيش وقت النهارده، معانا يوم واحد بس ان احنا نحاول نعمل فيه كل حاجه. فيلا بينا نبدا اول حاجه بترتيب الاوضه. عايزه اقول لكم اكتر حاجه محمساني ان انا اخلص علشان فقره المعطر، لان جايبه معطر بالورد ودي تقريبا ريحتي المفضله. فانا جبت ده مخصوص علشان اتحمس قوي ان انا ارتب علشان فقره بقى المعطر في الاخر. فاول لما نوصل لفقره المعطر اعرفوا ان انا كده في اسعد مراحل الترويق كله. اول حاجه بس انا كنت عامله جدول كده، كنت بعلم كل يوم على الايام بتاعه الامتحانات اللي خلصت، فانا رجعت امبارح ما علمتش على اليوم اللي خلص، فالحمد لله خلاص علمت عليه وهو كان اخر يوم امتحانات. اول حاجه بقى بدات فيها بالترتيب هي ترتيب السراير. طبعا هي مش بالسهوله اللي انتوا بتشوفوها دي اكتر حاجه تقريبا بترهقني في الاوضه، فعلشان كده انا خلصتها في الاول خالص. وزي ما قلت لكم انا كنت راجعه امبارح كنت تعبانه جدا فنمت على طول. ففضيت بقى الشنط بتاعتي كده، النهارده كنت واخده حاجات معايا يعني علشان كنا عاملين بقى بيكنيك وكده، فباخد معايا حاجات كتير. فبدات ان انا افضي الشنط علشان ارتبها في الدولاب. بعدين بدات ارتب التسريحه دي، برضو من الحاجات اللي بتاخد وقت، فانا بحب اخلص الحاجات دي في الاول علشان بقى الحاجات اللي تتبقى في الاخر تكون خفيفه. فاول حاجه فضيت كل حاجه من على التسريحه وغسلت المنظم ده، يعني غسلته كويس ونشفته. وبعدين بدات تاني ان انا ارتب الحاجه. ما عملتش حاجه معينه يعني في التسريحه، فعشان كده ما صورتلكوش كتير، انا بس يعني رتبت الحاجه تاني عليها. واخيرا الحمد لله نشيل بقى الكتب من الاوضه. شلت الكتب برضو من باب كده الترتيب والترويق، لان هم اكيد زاحمين الاوضه يعني، وفي طقوس كده في البيت علشان ايه ثانويه عامه ولسه وراها مذاكره، فانا مش بندها ان هي تيجي ترتب معايا. وحتى لما بتاخد بريك مش بكون حابه الصراحه ان هي تاخد البريك بتاعها في ترتيب، فانا عشان كده برتب الاوضه لوحدي. استراحه محارب. انا عارفه ان ما يبانش ان انا عملت حاجات كتير، لان انا كل حاجه بعمل لكم كده بتيجي متروقه، بس طبعا الموضوع في الحقيقه بيبقى اصعب. الحمد لله نسبه كبيره قوي من الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها خلصت، وكنت عايزه اشيل الكتب علشان كانت زحمه بقى الاوضه يعني، فالحمد لله خلاص شلت الكتب ورتبت الاوضه عشان العيد كده. في ايه تاني عملته كمان؟ عشان امبارح كنت راجعه يعني ما كنتش قادره، فكنت سايبه لسه الشنط بتاعتي ما فضيتهاش وكده، فعملت كل حاجه الحمد لله. دلوقتي الدنيا مترتبه وزي الفل وريحه الدنيا معطر كده، وعملت كل حاجه الحمد لله. وحاليا قاعده شم ريحه المعطر اللي انا مستنياه من بدري. انا بحب اكل الموز كده قوي، يعني بحب كده كده وبعدين اكل ولحد بقى ما القشره تخلص في الاخر، ما بحبش اقشره كله مره واحده. بعد ما استريحت شويه قمت برضو علشان ارتب الصاله، فالحمد لله رتبتها. رتبنا الدنيا حوالينا، دلوقتي لازم يكون لينا بقى نصيب في الترتيب ده، لازم ان احنا نكون مستعدين للعيد. فاول حاجه هبدا بيها كالعاده هي شعري، عشان هي اكتر حاجه هتاخد وقت، مثلا ان احنا نسيب بقى اللي احنا هنحطه نسيبه عليها كام ساعه لحد ما ايه نظبط بقى نشوف هنعمل ايه للبشره وللجسم وكده. شفت فيديوهات كتير قوي على تيك توك بيقولوا ان البيبي اويل للشعر حلو قوي، اللي هو زيت الاطفال العادي، اي نوع زيت اطفال عندكم مش شرط نوع معين. بس انا لما سالت تشات جي بي تي قال لي ان انا احطه على نص الشعر ما اجيبوش ناحيه الفروه، فده بالظبط اللي انا هعمله. وكمان اهم حاجه ان احنا نغسله كويس قوي بالشامبو من على شعرنا في الشاور، يعني علشان هو ممكن يكون صعب شويه في غسله، وما نكترش في الكميه علشان زي ما قلت لكم هو صعب في ان هو يتغسل. بس هي دي كده التعليمات، انما غير كده هو حلو جدا وبيرطب الشعر. بدات بقى احط زيت، وزي ما قلت لكم بحط كميات صغيره، وركزوا قوي بيه على اطراف الشعر بالذات لو اطراف شعركم ناشفه، هو بيرطب الشعر جدا، وهو كميه صغيره منه بتكفي، وبتحسوا ان الشعريه كلها اتغلفت كده بالزيت، مش محتاجين اصلا ان انتوا تكتروا الكميه. فبس انا كده خلصت حطيته على نص شعري زي ما قلت لكم، وبعدين بقى هلم شعري واحطه في البونيه. لازم بعد اي حمام زيت او حمام كريم او اي ماسك تعملوه على شعركم لازم تلبسوا البونيه ده، علشان ده اللي بيكتم الحراره في الشعر وبيخلي الزيت يعمل مفعول احسن. فانا هسيبه لمده ساعتين تقريبا. ودلوقتي هنهتم ببشرتنا، بس اهم حاجه نغسل ايدينا الاول من الزيت. وبعدين اول خطوه بدات بيها هي ان انا امسح وشي بمايسيلر ووتر. خطوه المايسيلر ووتر اختياريه، بس انا بحبها علشان بتحسسني ان انا وشي بقى نظيف اكتر. وغسلت وشي بتترا هيدرو، ده الغسول بتاعي، وممكن تستخدموا غسول زي ستارفل الابيض، او الصابونه دي صابونه بشره بس هي للاطفال، فمش هتاذي بشرتكم خالص. طبعا لازم ابهدل الدنيا وانا بغسل وشي، ما علينا. المهم دلوقتي هنعمل بقى ماسك للبشره.
جبت طبق صغير احط فيه معلقه كبيره من الزبادي، عليه معلقه صغيره من اللبن البودر، وهفضل اقلبهم كده مع بعض كويس لحد ما اتاكد ان اللبن البودر داب كده جوه الزبادي وبقى قوامهم مع بعض كده كله كريمي، وبعدين احطه على البشره. انا عموما مش بحب دايما اشارك معاكم وصفات المطبخ لان انا ما عنديش حساسيه منها، بس ممكن الناس يكون عندها حساسيه منها، فعلشان كده انتوا دايما اتاكدوا من اي ماسك انتوا هتحطوه ان انتوا تعملوا كده وتحطوه وتشوفوا لو هو مثلا عمل لكم احمرار او اي حاجه خلاص ما تحطوش على بقيه وشكم، بس ده امن حاجه تقدروا ان انتوا تحطوها على وشكم. هو عباره عن زبادي ولبن باودر بيهدي بس البشره، ما فيهوش اي مكونات ان هي مضره او ممكن تعمل حساسيه، بس انتوا برضو جربوا للاحتياط. انا عايزاكم دايما تكونوا واعيين وحريصين على اي حاجه انتوا بتحطوها على بشرتكم ان انتوا تتاكدوا ان وشكم مش هيتاذي منها، ومش شرط ان انتوا لو في حاجه حطيتوها على وشكم تشوفوا الضرر بتاعها في ساعتها، ممكن تعمل ضرر على المدى البعيد. فدايما اختاروا الماسكات اللي المكونات بتاعتها بتكون منطقيه ومش عندكم حساسيه منها. حطيت الماسك كده على وشي واتبقى منه شويه برضو فحطيتهم على ايدي، وعموما اي ماسك بتحطوه على بشرتكم ممكن برضو تحطوه على ايديكم عادي جدا علشان ايديكم برضو تستفيد منه. فانا سبت الماسك على وشي وعلى ايدي لمده ربع ساعه تقريبا، وبعدين بقى غسلته بالميه بس. عموما بقى اي حاجه بنعملها بعد كده بنشطف وشنا كده بس بالميه، مش بنستخدم غسول تاني. فانا غسلت وشي بالميه وزي ما انتم شايفين النتيجه، وبجد بيرطب البشره جدا. دلوقتي عايزه حاجه تخلي تحت عيني شكله فايق اكتر، يعني هي مش هتفتح الهالات اكيد في ساعتها بس هيخلي تحت العين شكله فايق اكتر. فانا جبت ميه مغليه وحطيت عليها معلقه كده صغيره من الشاي الاخضر، وبعدين سبتها كده 5 دقايق، وجبت القطنه دي اللي هي بنمسح بيها الميك اب او ممكن المناديل عندكم، وتحطوها في الميه دي مع تلج. وبعدين بدات بقى ان انا احط القطن ده كده تحت عيني وسبتها برده لمده ربع ساعه. دي بتقلل كده الانتفاخات اللي تحت العين وبتخلي تحت عينيكم شكله صحي اكتر. وبعد ما حطيت القطن ادركت ان كان المفروض اصفي الميه من الشاي الاخضر علشان الشاي الاخضر ما يجيش تحت عيني، بس عادي يعني. المهم ان انا احتجت اشطف وشي بعد ما شلت الماسك لان زي ما انتم شايفين كانت بواقي الشاي الاخضر تحت عيني. وعايزه اقول لكم برده انا جبت تلج من اللي كان في الشاي الاخضر ده وفضلت امشيه بس بحركات دائريه سريعه جدا على البشره. اهم حاجه ان التلج ما يقفش فتره طويله على جزء واحد بس من البشره. اهم حاجه بقى بعدها الترطيب، ممكن ترطبوا بجل الصبار او باي مرطبات عندكم، وانا استخدمت المرطب ده. دلوقتي يلا بينا نعمل حاجات للجسم كلها بمكونات طبيعيه. اول حاجه هنعمل بودي سكراب، فحطيت 4 معالق من السكر وعليهم معلقتين من جوز الهند المبشور، وحطيت عليهم كيس من الفانيليا. الفانيليا هتدي ريحه حلوه قوي وفي نفس الوقت حاجه طبيعيه، وحطيت عليه بيبي اويل وكمان عسل. وهبدا بقى ان انا اقلب الحاجات دي كلها واحط عليها بودي لوشن علشان هو ده اساس الخليط اللي هيخلي قوامه تقيل. وممكن برده تحطوا على البودي سكراب ده شاور جل علشان القوام بس ان هو يكون تقيل. وجبت علبه انا غسلاها كويس ومنشفاها، وكمان رشيت عليها كده رشه من الكحول وسبتها شويه لحد ما الكحول يعني ينشف، وحطيت بقى فيها البودي سكراب. اهم حاجه ان العلب تكون متعقمه كويس ومغسوله كويس. وده بقى شكل البودي سكراب وريحته كده جوز هند وفانيليا خطير. ودلوقتي هنعمل بودي ميست، دي حاجه بتخلي ريحه الجسم حلوه وفي نفس الوقت ما فيهاش اي كيماويات، فنقدر ان احنا نرشها على الجلد نفسه براحتنا. فجبت اول حاجه خالص ميه مقطره من الصيدليه، وبدلها ان انتوا تغلوا ميه وتسيبوها لحد ما تبرد علشان الميه تكون متعقمه كويس ومثلا ريحتها ما تغيرش او كده مع الوقت. فحطيت الميه وبعدين حطيت عليها شويه من زيت الورد، وممكن تحطوا ميه ورد اصلا لو عندكم، بس انا ما كانش عندي فحطيت زيت الورد، وزيت الورد برده حلو قوي بيرطب. وبعدين حطيت جليسرين، نقطتين كده من الجليسرين برده دي للترطيب اختياريه، لو مش حابين تضيفوا الجليسرين خلاص ممكن بدل زيت الورد تستخدموا اي زيت عطر انتوا بتحبوه، يعني زيت اللافندر، زيت الياسمين، ممكن برده تستخدموا اي مسك انتوا بتحبوه بس. وبعدين تسيبوا بس مكان كده في الازازه علشان تعرفوا ان انتوا ترجوه قبل الاستخدام، وبجد حلو جدا وريحته حلوه وبتثبت وبيرطب. ودلوقتي هنعمل حاجه كده زي مخمريه وبتخلي ريحه البرفان تثبت اكتر. فاحنا اول حاجه خالص هنحط فازلين وهندوبه في الميكرويف او على بخار ميه، وبعدين هحط عليه من زيت الورد. انا حبيت ان الروايح تكون موحده فحطيت برده زيت الورد، انتوا ممكن بقى تحطوا اي حاجه انتوا بتحبوا ريحتها، مسك او برفان انتوا بتحبوا ريحته. فانا حطيت زيت الورد وبرده في الاخر حطيت برفان، وبعدين حطيتها في علبه كده. وبعدين بنحط منها بقى على اماكن النبض، دي بتخلي ريحه البرفان تثبت اكتر. كده خلاص الزيت قعد على شعري ساعتين، هبدا بقى ان انا اغسله. فانا غسلته بالشامبو ده من الو ايفا، وبغسل بيه شعري مره وبعدين اشطفه واغسل مره كمان واشطفه، وبعدين احط البلسم. وحطيت كمان الهير ماسك ده برده من الو ايفا، وده بقى شكل السكراب اللي احنا عملناه مع بعض، بجد حلو جدا. استخدموه على جلد يكون مبلول مش على جلد ناشف علشان يبدا ان هو يعمل سكراب يعني. وبعد السكراب بستخدم شاور جيل لان السكراب فيه زيت فممكن يسيب كده ملمس اويلي شويه، فعلشان كده انا بحب بعدها استخدم شاور جيل. بعد الشاور بقى اهم حاجه طبعا هي ان انا ارطب وشي. انا رطبت وشي قبل الشاور، بس طبعا لما دخلت اخدت شاور فاكيد لازم ان انا اجدد تاني المرطب.
وبعدين بقى امشوا بنفس الترتيب ده، حطوا الاول بادي لوشن علشان لازم بعد ما تعملوا سكراب تحطوا لوشن للجسم، وبعدين تحطوا البادي ميست اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتم شايفين بنرشه على الجلد لان مكوناته امنه جدا عادي خالص. بعدين هنحط المخمريه بنحطها في اماكن النبض اللي هي زي عند الايد كده من هنا زي ما انتم شايفين، او عند الرقبه يعني ناحيه الودن كده شويه، دي الاماكن اللي بتثبت فيها اكتر ريحه المخمريه. وبعدين بقى هنعمل بادي باودر حلوه جدا، احنا يعني اي قاعده في اي بادي باودر بنعملها احنا كده كده بنحط بودره الاطفال العاديه خالص، وبعدين بنجيب بقى اي ريحه احنا بنحبها، يعني مثلا مسك، بادي سبلاش، برفان، اي ريحه حاجه احنا بنحبها بنبدا نرشها كده على قطنه من اللي هي بتاعه الميك اب، او على يعني اي منديل او كده ان احنا نقدر نحطه جوه الباودر، وبعدين بنحطها كده جوه الباودر وبنبدا ان احنا نرجها، والمفروض نسيبها شويه قبل ما نستخدمها، بس انا كنت متحمسه فاستخدمتها على طول. بس انتوا كل ما بتسيبوه اكتر كل ما الريحه بتثبت اكتر في الباودر. بس فحطيت بقى كده زي ما قلت لكم بالترتيب، يبقى كده بودي لوشن، وبعدين حطينا البودي ميست، وحطينا المخمريه، واخر حاجه خالص البودي باودر. فكده الميكس ده بجد تحفه جدا. وحطيت بديل الزيت ده من ايفا كيراتين على شعري، ده بيبقى حلو جدا بعد الشاور وبيرطب جدا، انتوا اصلا عارفين ان انا بحبه جدا. فاصلا وكمان الزيت كان مرطب شعري قوي بجد، زيت الاطفال على الشعر حلو قوي. فبس حطيته كده على شعري ولميته ورشيت معطر تاني، انا النهارده كنت ماشيه ارش معطر في كل الشقه. المهم دلوقتي بقى هرتب الكحك والقراقيش، وما تستغربوش احنا في العيد الكبير بنحب برضو نعمل كحك وقراقيش، لان انا بحس ان انا يعني العيد بالنسبه لي يعني كحك وقراقيش وكوبايه شاي بلبن. فيعني حتى لو هو عيد الاضحى وهو عيد مختص اكتر باللحمه والفته والحاجات دي، بس انا برضو بحب فيه صراحه الكحك والقراقيش. فالمهم بدات كده ان انا ارتبهم، ومش عارفه واخدين بالكم ولا لا من الخروف الكيوت اللي على السفره ده اللي احنا بنطلعه معانا كل عيد اضحى، يعني ده بتشوفوه من السنه للسنه. فانا بجد بحبه جدا جدا لان ده خروف عيد الاضحى. فالمهم كده بقى خلصنا خلاص ورتبتهم كده، وهسيبهم بقى على السفره عادي لحد العيد. طبعا انا كده كده كنت مرتبه الصاله وكنت ملمعه السفره وكانت كل حاجه تمام، بس حسيت ان انا جالي مزاج ارش معطر تاني، بس طبعا رشيته بقى بعيد عن الاكل المره دي، بس بجد نفسي خلاص يكون دي اخر فقره ارش فيها معطر. المهم بقى دلوقتي جه دور تحضير السحور، لان بكره طبعا يوم عرفه، كل سنه وانتم طيبين، فاحنا بكره صايمين. فبدانا بقى كده ان احنا هنحضر السحور، وبجد اجواء السحور فكرتني قوي بسحور اول يوم رمضان كده وانا بشاركه معاكم، فحسيت كأن رمضان جه كده وانا ما حسيتش، بس في الحقيقه ده سحور يوم عرفه عادي. وبعد ما خلصنا سحور الفجر اذن بقى وصلينا وبعدين نمنا، وده كان يوم النهارده. واتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وبس باي.